في يوم من أيام شهر يوليو سنة 1959 اجتمع مدير المخابرات مع مجموعة من أكفأ ضباط الجهاز، وأثناء الاجتماع مدير المخابرات قال لهم بنبرة صارمة: مصادرنا بتؤكد إن في جاسوس تابع للموساد الإسرائيلي متواجد في قلب القاهرة، وإن في كارثة ممكن تحصل لو ما سيطرناش على الموقف في أسرع وقت ممكن. الكل انتبه لكل كلمة وكل حرف المدير كان بيقولها، وخاصة لما قال لهم إن أحد جواسيسهم اللي بيشتغل لصالح المخابرات المصرية وصلته 3 حوالات بريدية بمبلغ 150 جنيه مصري، ودي مكافأة نتيجة عمله مع الصهاينة، وإن ال3 حوالات وصلوا على صندوق بريده مباشرة في قلب القاهرة. وقال لهم كمان إن ده معناه إن الصهاينة زرعوا جاسوس داخل القاهرة عشان يترقب ويشرف على آخر تطورات وصل ليها عملنا المزدوج، وإحنا لحد وقتنا هذا ما عندناش أي معلومة عن الجاسوس ده. وبعد ما رجال المخابرات سمعوا كلام مديرهم بدأوا يناقشوا بعضهم بصوت عالي، وطرحوا عشرات الأسئلة عن الجاسوس الغامض، وكلها كانت بتدور في إطار واحد: إزاي الجاسوس ده دخل مصر؟ وهل ممكن يكون في يد خفية بتساعده ولا لأ؟ والرد هنا جه حاسم من مدير المخابرات لما قال لهم كل دي مجرد أسئلة مطلوب إجابتها منكم في أسرع وقت ممكن، ولازم تعرفوا إن كل دقيقة بتمر علينا فهي بتسبب خسارة جسيمة بالنسبة لنا. وبعد انتهاء الاجتماع بساعة واحدة اجتمع رجال المخابرات مرة تانية، ولكن بعدد أكبر من الأول، وبدأوا يناقشوا بعضهم في تفاصيل العملية، وقسموا نفسهم 3 فرق، وكل فرقة كانت ليها مهمة مختلفة عن التانية. وباختصار شديد كان الهدف هو تمشيط مصر والبحث عن الجاسوس، خاصة إن ما كانش فيه أي معلومة أو طرف خيط يوصلهم ليه. وبالتعاون بينهم وبين القسم المختص من خبراء رجال المخابرات العامة المصرية، واللي كانت مهمتهم هنا دراسة وأساليب الموساد في تجنيد العملاء وزرعهم في كل الأماكن المحتمل ينقلوا منها المعلومات، واللي بدأوا فعليا يدرسوا الموضوع ويحددوا المدة الزمنية اللي دخل بها الجاسوس مصر. وكانت المعادلة 6 شهور على أقصى تقدير، بالإضافة إن دي مش أول مرة يدخل فيها مصر. ومن هنا بدأ الفريق الأول في مراجعة كشوف أسماء كل الأجانب اللي دخلوا مصر في آخر 6 شهور، والشرط هنا في المدة اللي حددوها يكونوا دخلوا مصر أكتر من مرة خلال المدة دي، عشان يتم حصار دائرة البحث في قائمة محدودة ويقدروا يحددوا الشخص ده في أسرع وقت. ودي كانت أهم نقطتين في العملية اللي هيكشفوا بيها الجاسوس. وفي نفس الوقت كان الفريق الثاني مسؤول عن فحص الحوالات البريدية وإجراء كافة التحقيقات الممكنة عن شروط إرسالها ومين اللي بيرسلها، والموضوع ده طبعا كان بيحاط بسرية تامة بحيث إنه ما يلفتش انتباه الجاسوس ويكشف الأمر ويهرب في النهاية، ورجال المخابرات يرجعوا لنقطة الصفر من البداية. أما الفريق الثالث فكان بينسق مع الفريق الأول، وكانوا بيبحثوا عن الأماكن المثالية للجواسيس، ودي اللي بتناسب احتياجاتهم عشان يتواصلوا مع الموساد عبر الرسائل المشفرة واللي بياخدوا من خلالها كل التعليمات. وتعتبر دي قاعدة أساسية عند كل الجواسيس عشان ياخدوا راحتهم على الآخر، وبيفضلوا إنهم يبعدوا عن الأماكن العامة والفنادق المشهورة ويختاروا الأماكن الخاصة بحيث يقدروا يخفوا كل أدوات التجسس ومحدش يقدر يشك فيهم بسهولة. وغالبا كده الأماكن دي بتبقى شقق مفروشة، منها اللي بتبقى في أحياء شعبية بسيطة ومنها اللي بتكون في أماكن متطرفة. المهم هنا أصبحت دائرة البحث محدودة للغاية، ورجال المخابرات تأكدوا بنسبة 100% إن الجاسوس اللي بيبحثوا عنه هو شخص أجنبي الجنسية ودخل مصر أكتر من مرة وساكن في أحد الشقق المفروشة على الأرجح. وفي نهاية البحث اكتشفوا إن في 5 أفراد ينطبق عليهم كل المواصفات اللي حددوها. رقم 1 المدة الزمنية اللي دخلوا بيها مصر آخر 6 شهور، ورقم 2 الأماكن اللي قاعدين فيها واللي كانت شقق مفروشة زي ما قلنا. ورجال المخابرات بدأوا يراقبوا ال5 أشخاص المشتبه فيهم ويحددوا الجاسوس المطلوب منهم. ورغم إن المهمة صعبة ومعقدة إلا إن رجال المخابرات قدروا يحددوا الهدف، وطلع ساكن في مدينة الإسكندرية. وكان سبب اكتشافه أحد رجال المخابرات لمح وحدة هوائية بسيطة متعلقة في بلكونة شقة الجاسوس واللي كانت بتطل على البحر في مدينة الإسكندرية. فضابط المخابرات التقط بعض الصور وعرضها على خبراء الاتصال اللاسلكي بالمخابرات المصرية، واللي بدأوا فعليا بفحصها وتأكدوا أن الهواء المستخدم ينطبق عليه شروط الهوائيات المستعملة في استقبال وإرسال البث اللاسلكي، وأن موقع الشقة اللي بيطل على البحر يرجح وجود جهاز اتصال لاسلكي فيه.
وهنا بدأ رجال المخابرات يجمعوا معلومات عن الجاسوس واللي كان اسمه مويس جودس وورد، هولندي الجنسية. وفي نفس الوقت كلفوا أحد عملائنا في هولندا إنهم يجمعوا معلومات عن الجاسوس أكتر ويعرفوا إيه حكايته بالظبط. وأحد رجال المخابرات المصرية استلهم فكرة عبقرية وراح مستأجر محل صغير على نصية الشارع اللي قاعد فيها الجاسوس، وعشان محدش يشك في الأمر علق يافطة على المحل وادعى إنه متخصص في إصلاح أجهزة الراديو القديمة، ونقل بقى في المحل بعض الأدوات وأجهزة الراديو الضخمة واللي كان مخبأ في قلبها كل أدوات الرصد والاعتراض اللاسلكي. والمحل ده كان على بعد أمتار قليلة من منزل الجاسوس بحيث يرصد ويتابع أي حاجة مريبة بتحصل في المنطقة. وخلال 3 أيام فقط وصل أحد رجال المخابرات المصرية من أمستردام وكان معاه ملف كامل عن الجاسوس من يوم ما اتولد لحد وقتنا هذا، واللي كان اسمه زي ما قلنا مويس جودس وورد. اتولد في أمستردام سنة 1892، لكن قلبه كان متعلق بالتجارة وبالأعمال الحرة واللي فضل يمارسها في هولندا لحد سنة 1942. ومن نفس السنة ترك عمله في التجارة وتفرغ للعمل السري ضد الاحتلال النازي. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 1945 رجع مويس للنشاط التجاري واستمر فيه لحد سنة 1952. بعدها قرر يسافر لجنوب أفريقيا وهناك قعد 3 سنين واستثمر فلوسه كلها في بعض المشاريع التجارية، إلا إنه ما قدرش يحقق أي نجاح في عمله وتعرض لخسارة جسيمة أدت لإفلاسه، فاضطر إنه يرجع على هولندا من تاني. لكن الدنيا اسودت في وشه وأموره المادية أصبحت شبه معدومة، وده سبب له مشاكل كتيرة بينه وبين زوجته وانفصلوا عن بعض. وفي الوقت ده حاول مويس بكل الطرق انه يقف على رجله ويبدأ حياة جديدة، لكن الدنيا خبطت معاه اكتر من الاول. وهنا بقى أصبح فريسة سهلة لأي صياد وانتهى مصيره بين أحضان الموساد، وتحديدا لما قابل واحد من عملاء الموساد وشرح ليه أزمته اللي بيمر بيها، فعرض عليه إنه يبقى جاسوس لصالح الموساد مقابل مادي هيعوضه عن كل خسارته. وقبل ما يقوم بأي أعمال جاسوسية في مصر لصالح الصهاينة أخد راتب شهري 300 جنيه مصري، وده كان مبلغ مش بطال بخلاف أجور السفر وكل المصاريف اللي هتتم إنفاقها أثناء المهمة. وبعد ما وافق مويس سفروه على باريس واللي كانت تعتبر في الوقت ده وقر الجواسيس، وهناك بدأت عملية تدريب مويس على استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي للإرسال والاستقبال وتصوير المستندات وطرق وإخفاء الأفلام في الأماكن السرية، وإزاي يميز بقى الأسلحة والمعدات المريبة بصفة عامة والبحرية بصفة خاصة. وبعد ما أنهى مويس مرحلة تدريبه ضابط الموساد المسؤول عن تدريبه قال له مبدئيا كده أنت أول ما هتنزل على القاهرة هطلب منك مهمة واحدة. أول حاجة هتعملها هتدور على سكن مناسب، وأول ما تلاقي الشقة هتبتدي تتصل ببعض الشركات المصرية وتعقد صفقات معاهم بحجة انك معاك بعض التوكيلات التجارية في هولندا، وطبعا احنا هنساعدك في ده. ومن المؤكد انت مش محتاج اي نوع تدريب لانك طول عمرك شغال في مجال التجارة. وبعد ما تنفذ كل المطلوب منك ده بقى جهاز لاسلكي احنا نبعت لك نسخة منه عن طريق احد عملائنا في القاهرة، وده عشان نقدر نتواصل مع بعض لو في اي جديد. رد عليه مويس وقال له طب انا هقدر استلم الجهاز ده ازاي وامتى وفين؟ ضابط الموساد ابتسم وقال له دي ما تحملش همها، احنا هنعرف نوصل لك في اسرع وقت ممكن. وحاجة اخيرة احنا مش عايزينك تقلق خالص، احنا معاك كل لحظة وكل ثانية، ولو انت نفذت كل اللي انطلب منك هتضمن انك تنجح بنسبة 100%. وفعلا سافر مويس على مصر وتحديدا في نهاية نوفمبر سنة 1957، وأول ما نزل نفذ اللي انطلب منه، اشترى شقة وتواصل مع بعض الشركات المصرية. بعدها قابل واحد من عملاء الموساد وسلمه الجهاز اللاسلكي. والغريب في الأمر إن مويس تم تدريبه على الجهاز وكان عارف كل المحتويات اللي فيه، ولكن مع أول رسالة جه يبعتها للموساد عشان يطمنهم ملقاش أي رد منهم، فاضطر إنه يبعت مرة واتنين وتلاتة. والمدهش في الأمر إنه ما كانش عارف أصلا يتعامل مع الجهاز ولا يبعت الرسائل. وبعد أسبوع والتاني ما كانش فيه ولا حس ولا خبر. وضابط الموساد كان منتظر ان مويس يبعت الرسالة، ولكن قعد يفكر وجاله ذهول وقال معقول بالسرعة دي رجال المخابرات يكونوا كشفوا امره؟ وهنا ضابط الموساد اعتقد ان ممكن يكون تم القبض على مويس، فبعت احد عملائه عشان يعرفوا ايه اللي حصل معاه. ولما عميل الموساد قابل مويس حب يعرف منه ايه اللي حصل معاه، قال له كل ما في الامر اني مش عارف اتعامل مع الجهاز ده،
وضابط الموساد لما عرف إن مويس مش عارف يتعامل مع الجهاز كان مصدوم من اللي بيسمعه، فاضطر إنه يلغي فكرة الجهاز ويبعت له رسائل بالحبر السري، ودي بقى كان مدرب عليها كويس جدا وأكيد مش هيفشل. لكن الكارثة أول ما وصلوا رسالة بالحبر السري ما كانش عارف يظهر كلماتها، فبعد ما فشل للمرة التانية وصلوا أمره إنه يسافر على أمستردام، وتحديدا يوم 28/4 سنة 1958، وهناك أخذ دورة تدريبية مكثفة بسبب فشله في الاتصالات وكتابة الحبر السري، واستمرت عملية تدريبه حتى يوم 15/7 سنة 1958. بعدها ضابط الموساد اطمن على الآخر وطلب من مويس إنه يرجع على القاهرة مرة تانية، وفعلا رجع على القاهرة، بس المرة دي ما طولش كتير لأن وصلته إشارة بتطالب برجوعه على أمستردام. وهنا بقى بيظهر قدامنا حاجة من الاتنين، يا إما إنهم حسوا إن وجوده في مصر ملوش أي لازمة، أو يا إما حسوا إن في خطر عليه بسبب حجم الجواسيس اللي بيتم القبض عليهم في مصر، فاضطروا إنهم يسفروه لحين الاستفادة منه مرة تانية. المهم في الوقت ده وبناء على رغبة رجال المخابرات المصرية طلبوا من عاملهم المزدوج انه يلح على الموساد ويطلب منهم ويقول لهم انه محتاج زيادة في الراتب اللي بياخده منهم، وان هو غير راضي ولو استمر معاهم على كده مش هيكمل معاهم. وفعلا الموساد اقتنع باللي بيقوله عاملهم، خصوصا انه كان بيجيب لهم سيل من المعلومات الخطيرة عن مصر وقتها. هنا بقى أهم نقطة في العملية، مين بقى اللي هيكلف بمهمة زي دي عشان يتواصل بعاملهم في القاهرة ويسلموا الفلوس اللي هو طالبها؟ فاضطروا هنا إنهم يستعينوا بمويس جودس وورد، واللي وصل مصر عن طريق البحر وكان معاه كل أدواته ومعداته السرية، واللي راح بيها مباشرة على الإسكندرية، وتحديدا يوم 15 يوليو سنة 1959، واللي زي ما قلنا إنه استأجر الشقة اللي تمت مراقبته فيها. بعدها رتب حاله ونزل على القاهرة وقعد في فندق كام يوم وتواصل بالعميد المزدوج، وبعد ما نجح في المهمة أخد بعضه ورجع لإسكندرية عشان يبعت رسائله اللاسلكية للموساد، واللي نجح في إرسالها المرة دي بعد ما فشل فيها أكتر من مرة. واللي كان ليهم دور كبير في العملية خبراء رجال المخابرات العامة المصرية اللي قدروا يحللوا ويوصلوا لطبيعة الشفرة المستخدمة، بل قرأوا كمان كل الرسائل اللي بتروح لرؤسائه في تل أبيب من رسائل مكتوبة بالحبر السري، ودي كانت بتتم فتحها بطريقة معينة. أما مويس جودس وورد لما نزل مصر المرة دي كان مختلف تماما عن كل مرة، لأنه انتحل هوية عالم آثار بريطاني وحط بعض التحف في شقته للتمويه، وكان حريص جدا وما كانش بيفتح باب شقته لأي شخص إلا إذا كان يعرف هويته، وده طبعا كان بتعليمات من أجهزة المخابرات الإسرائيلية عشان لو حس عاملهم إنه في خطر يقدر يقطع ويولع كل الوثائق والجوابات اللي بتدينه في أسرع وقت، أو يتخلص من الجهاز اللاسلكي ويفك كل المحتويات اللي فيه. وفي يوم 9 نوفمبر سنة 1959 رجال المخابرات قرروا إنهاء العملية وإلقاء القبض على مويس جودس وورد، وقالوا إحنا لو قطلنا المدة أكتر من كده فده ممكن يعرض العملية كلها للخطر ويضيع مجهودنا كلنا. وهنا كان في مشكلة بتواجه رجال المخابرات، وقالوا إحنا لو قبضنا عليه مباشرة في احتمال كبير يولع كل الأوراق والجوابات اللي بتدينه بالإضافة لجهاز الإرسال، فإحنا عايزين نقبض عليه متلبس، وده عشان يحصل فكان لازم رجال المخابرات يراقبوا كل الأشخاص القريبين منه واللي بيثق فيهم بنسبة 100%. وفعلا رجال المخابرات بدأوا يراقبوا كل الأشخاص اللي بيترددوا على شقته. وفي يوم من الأيام كان جايله أحد أصدقائه في هيئة الآثار، ولكن ما كانش يعرف أي حاجة عن الموضوع، وأول ما طلع الشقة وبيخبط على الباب كان طبيعي يفتح الباب عشان كان عارف ومتأكد مين اللي جايله، وبعدها مباشرة فتح الباب وإذ فجأة لقى رجال المخابرات واقفين قدامه، وقبل ما يتخذ أي تصرف همجي ويلمس أي أداة من أدوات التجسس رجال المخابرات اقتحموا الشقة وبدأوا يفتشوا كل شبر فيها، وبعد التفتيش ضبطوا كل أدوات التجسس بالإضافة لسائل الحبر السري والمظهر بتاعه. وخد عندك بقى أدوات التصوير والأفلام البحرية اللي حاول يلتقطها، وآخر رسالة وصلته بالحبر السري من قلب إسرائيل. ورغم كل الأدوات اللي بتدينه إلا إنه فضل يزعق ويعلي صوته وطلب إبلاغ السفير الهولندي، وأنكر تماما صلته بالحاجات دي، وقال إن الشقة دي كان ساكن فيها واحد قبلي وأنا ماليش علاقة بكل اللي موجود في الشقة. أحد ضباط المخابرات قال له أنت متأكد من الكلام اللي أنت بتقوله؟ رد عليه مويس وقال له أيوه متأكد. في اللحظة دي ضابط المخابرات لمح مكتبة صغيرة
كان في قلبها بعض الكتب التاريخية لزوم التمويه مش أكتر، لكن ضابط المخابرات ركز أكتر لما لمح كتاب مختلف تماما عن باقي الكتب اللي هو حاططها في الرف، والكتاب ده كان اسمه ذهب مع الريح. فضابط المخابرات أخد الكتاب وقال للمويس: هل تعتقد إننا ممكن نستفاد معلومة من الكتاب ده؟ واتضح إن الكتاب ده ما هو إلا كتاب للشفرة المستخدمة في بث واستقبال الاتصال اللاسلكي. وقتها مويس انصدم من الموقف وما كانش لاقي كلام يقوله غير إنه اعترف تفصيليا بإنه بيتعاون مع الموساد. وبعد 48 ساعة من إلقاء القبض على مويس، رجال المخابرات أخدوا قرار حاسم، وهو إنهم يجبروا مويس يتواصل مع الموساد، وده كان هدفه إنهم يكشفوا عملاء جدد في القاهرة. وبناء على هذا الطلب تم نقل مويس من اسكندرية للقاهرة، وهناك بدأ أول اتصالاته مع العدو، وقدر يبرر سبب انقطاعه، وقال لهم خلال اليومين اللي مروا إنه أصيب بحادث سيارة واحتجز في المستشفى. وعشان الصهاينة يتأكدوا بعتوا واحد من عندهم عشان يتأكد من صحة المعلومة. وهنا الصهاينة ابتلعوا الطعم، وفضل مويس يمارس مهامه في خداع الصهاينة. وحصلت المخابرات المصرية على قائمة بأسماء مجموعة من أخطر جواسيس العدو الإسرائيلي في مصر، وكان معظمهم من الأجانب المقيمين والعاملين في مصر مع قلة من المصريين. ودول طبعا اللي أغواهم الشيطان، فنسوا ما أرضعتهم أمهاتهم من ماء نيل مصر، وسعوا بكل الطمع والجشع والشر لخيانتها، وباعوا أمنها وأمانتها للعدو مقابل حفنة من الدولارات. وبعد المجهود العظيم ده، رجال المخابرات بعتوا رسالة للصهاينة من جهاز اللاسلكي بتاع مويس، وقالوا لهم: المخابرات المصرية بتبعت لكم خالص شكرها على كل المعلومات اللي أخدتها منكم خلال الفترة الأخيرة بمساعدة عاملكم مويس جودسوارد، وهو دلوقتي عندنا في مبنى المخابرات، وكلها كام يوم وهيتم إعدامه، وإحنا منتظرين منكم عملية جديدة. وبعد الرسالة القوية دي انهار جميع أعضاء الموساد بما فيهم رئيس مخابراتهم، وتم استدعائه للمساءلة. أما مجلس الوزراء الإسرائيلي، منهم اللي قدم استقالته، ومنهم اللي خرج من الخدمة، ومنهم اللي انتقل لمكان تاني. وكانت الفرحة الكبرى داخل مبنى المخابرات العامة المصرية لما مدير المخابرات قال لهم: عظيم جدا يا أبطال. ولحد هنا تكون نهاية حلقتنا، ولما كنتوش مشتركين في القناة فاشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. سلام عليكم.